ان انت مرشح للدرجه الاولى. قلت لهم والله ربنا يسهل وكله بتاع ربنا، وده شرف كبير لاي حد موجود في النادي الاهلي ان هو يبقى ماسك الفريق الاول. بصراحه يعني انا مش مصمم مني، لكن انا فعلا ما كنتش يعني مركز. عندي ماتش بكره مع 19 سنه في الدوري، وكنت مركز في الماتش، وكنت بتفرج على ماتش 21 سنه النهارده عشان اللعيبه بتاعتي كلها كانت بتلعب برضه النهارده اللي هتلعب معايا بكره. فيعني بصراحه يعني انا طبعا مهتم جدا ونفسي ان انا ابقى في الفريق الاول، لكن ما حدش كلمك لسه يا ياسر؟ هو الكابتن سيد والكابتن زيزو كلموني من حوالي نص ساعه وبلغوني ان انا موجود في الجهاز وعندنا اجتماع بكره ان شاء الله الساعه 8. طب جميل. يعني مين هيبقى مكانك في فريق 19 سنه؟ الكابتن هشام حنفي ان شاء الله. كابتن هشام حنفي هيتولى، هو مساعد بتاعك في في الفرقه ولا هيتولى الفرقه؟ مش شايف المأموريه سهله ولا صعبه؟ طبعا اكيد صعبه، لكن يعني يا كابتن لو احنا قلنا سهله يبقى احنا بنضحك على نفسنا يعني. انما الموضوع صعب جدا، واعتقد ان الكابتن زيزو طبعا احنا لسه ما عملناش اي اجتماع مع بعض، بس اعتقد ان الكابتن زيزو قادر على ان هو يفك الاشتباك اللي موجود حاليا ده، وقادر ان هو يحل الموقف الصعب اللي الفريق فيه. الفرقه فيها لعيبه كبيره ولاعيبه كويسه سواء شباب او خبره، لكن في حاجه ناقصه ايه هي؟ ممكن بقى ده دور الكابتن زيزو والجهاز اللي هيبقى موجود معاه يعني. انت بصفتك مشاهد ومحب للنادي الاهلي واحد المدربين داخل النادي الاهلي في فريق يعتبر الامل لكره القدم في النادي الاهلي، حاسس بايه المشكله فين؟ يعني هل ما كانش في تجانس بين الجهاز الفني واللاعبين؟ كانت اللعيبه روح الفانيلا الحمراء اللي انت لما رحت النادي الاهلي وجدتها، والقتال اللي كان موجود كان غائب شويه في الفتره اللي فاتت. كل ده تفتكر من ايه في تحليلك الشخصي اللي اكيد لما هتخش هتعرف اكتر ويبقى عندك معلومات اكتر؟ بص يا كابتن حضرتك استاذنا ويمكن يعني الحاجات دي كلها مرت عليك. انا عايز اقول حاجه واحده بس، يعني يمكن انت مش عارف تتفق معايا ولا لا. النهارده احنا ماشيين النادي الاهلي، لجنه الكوره ومجلس الاداره ماشيه الجهاز الفني، وجاء جهاز فني جديد. لو مشى كمان الجهاز الفني الجديد ده بعد كده معلش هيمشي الجهاز الفني، هيدور على اللعيب، ففي الاول والاخر اللعيب هو الخسران. المشكله ما بتبقاش الجهاز الفني يا كابتن، المشكله بتبقى في اللعيبه نفسها. يعني انا يعني انا دايما بقول كده، احنا اتغير علينا مدربين كثيرين جدا واحتفظنا بالاداء واحتفظنا بالبطولات. بالظبط يا كابتن، بالظبط ده اللي انا عايز اقوله، ان اللعيب بعد ما يمشي جهاز والتاني ما عادش هيمشي جهاز، ده هيدور على اللعيب عشان اللعيب هو اللي هيجيبوا لهم اجهزه منين؟ هيجيبوا لهم اجهزه منين يا ياسر بقى؟ يروحوا يدوروا عند اي راجل عنده اجهزه ويشتروا اجهزه بقى ثلاجه. انت عارف يا كابتن النادي الاهلي ما فيش يعني، مع احترام الانديه كلها، يعني اللي بيلعب في النادي الاهلي ما بيعرفش يلعب في حته ثانيه. طب القرار في جمله انا وقفت عندها شويه وفسرتها من وجهه نظري، ما اعرفش انت من وجهه نظرك، ان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مديرا فنيا للنادي الاهلي لنهايه الدور الاول. تمام. القرار كده يا ياسر؟ يا كابتن صح. يعني ايه لنهايه الدور الاول؟ هل معنى كده ان ما زال النادي الاهلي يبحث عن مدرب يستمر مع النادي الاهلي للدور الثاني، ولا لنهايه الدور الاول حتى يروا ماذا سيفعل هذا الجهاز لحين الانتهاء من المباريات المتبقيه من الدور الاول ومباراه الاهلي والزمالك، ولا ايه بالظبط؟ والله بص يا كابتن، هو زي ما حضرتك اللي انا اتبلغت بيه ان انا في الجهاز موجود بكره الساعه 8 في الاجتماع، لكن انا سمعت في القناه الاهلي ان هم قالوا ان الجهاز ده لحد 31/12 جهاز مؤقت. فده يعني ما اعرفش بقى يعني الموضوع هيبقى ازاي، الله اعلم. طبعا الكلام ده هيبان بكره في الاجتماع وهنقدر نعرف كل حاجه ان شاء الله يعني. احنا بنتمنى لك التوفيق يا ياسر، وبنتمنى الاصابات اللي موجوده. يعني انا سامع ان بكره كابتن سيد عبد الحفيظ هيشوف موضوع الاجهزه الطبيه والمعاونه، لان ده موضوع بيتهيألي مهم جدا. في بعض اللعيبه ما شفناهاش ودايما نسمع عنها مصابه. اكيد يا كابتن طبعا الحاجات دي. ومحمد شاوي لحد دلوقتي مش جاهز. طب ما هو دوت بيتهيألي بيخش في العلاج ولا التأهيل. كابتن انت سيد اللي عارفين، وانت اول من الناس احترفت في اوروبا من مصر، وعارف الدنيا ماشيه هناك ازاي، وانت عارف ان في نقص حاجات كتير هنا في مصر، لكن النادي الاهلي بيحاول يبقى الحاجات دي متوفره وكده يعني. فان شاء الله اكيد يبقى كابتن سيد هيشوف الموضوع ده، واكيد الحاجات دي تبقى موجوده، واكيد احنا عايزين اللعيبه كلها كويسه. هل في عندك لعيبه تنفع تلعب في الفريق الاول؟ والله موجود ناس، لكن طبعا ما ينفعش ان انا اجيبه من الدار للنار يا كابتن يعني. يعني التوقيت ده مش سليم.
لا ما اعتقدش ان هو سليم خالص، لان طبعا انا شايف ان الناس كلها نجوم يا كابتن اللي فوق، الناس كلها كويسه والناس زي الفل، والناس دي اللي بتكسب المنتخب وهي اللي كانت بتكسب النادي الاهلي. الموضوع لا موضوع سن ولا موضوع كبر ولا موضوع زي ما حضرتك قلت موضوع روح. انت عايز تكسب ولا مش عايز تكسب؟ انت عايز تحافظ على اسمك ولا مش عايز تحافظ على اسمك واسم النادي اللي بتلعب ليه؟ هي الموضوع يعني في الكلمتين دول بس كده. انا شايف الموضوع كده يعني. كابتن ياسر رضوان، بنتمنى لك التوفيق وبنتمنى للجهاز الفني كله في النادي الاهلي التوفيق حتى يستطيع انه يرضي جماهير كرة القدم المصرية، لان النادي الاهلي يهم كل الجمهور في الحقيقة، زي ما نادي الزمالك بيهم كل الجمهور اداؤه ووقوفه على رجله ومنافسته دايما بتهم كل الجمهور وبتهمنا كلنا كاعلاميين. بيني وبينكم احنا كاعلام لو الاهلي مش كويس والزمالك مش كويس بتبقى العمليه مش سخنه وما بنعرفش يعني تبقى برامجنا واستوديوهاتنا وكل حاجه ما بتبقاش فيها تشويق واثاره. انما لما بيبقوا الاثنين ومعاهم الاسماعيلي بسم الله ما شاء الله داخل السنه دي برضه عنده مجموعه من اللعيبه الاقوياء، وكان معانا المهندس نصر ابو الحسن امبارح بيقول انا عندي فرقه